بركة بسم الله. يا عم صل على النبي. الفيديو النهاردة بعنوان الشيخ ولاعب الكرة. الشيخ اللي هو محمد أبي بكر، ولاعب الكرة أحمد حسام ميدو. أحمد حسام ميدو ده خرج من مصر وعنده 16 سنة. عشان ما نطولش بقى أقول لاعب فين وما لعبش فين. راح على بلجيكا، من بلجيكا على هولندا، من هولندا على فرنسا، من فرنسا على اسبانيا، ورجع في انجلترا. وكانت احسن ايامه كان بيلعب في فرقه اسمها توتنهام. وكان احمد حسام من الناس اللي هي ايه مشرفه مصر ورفع علم مصر في انجلترا. دي الحاجه التانية، اتلخص اللي انا بقوله ده ايه؟ من 16 سنه ورجع عنده 30 سنه ما يعرفش حاجه عن صلاه وعن صيام وعن حاجه. خد بالك الكلام ده للشيخ ابي بكر، ما يعرفش حاجه. وجي كمل بقى بعد لما ساب لنفسه بقى الشرب والاكل والبتاع. وصل وزنه جه 120 كيلو لغايه لما بقوا ينفروه هناك في انجلترا وتريقوا عليه. فرجع على مصر وقال لك اعتذر. رجع زي ما هو بقى، بيشرب ولا بيصوم ولا بيصلي ولا بيعمل اي حاجه، وماشي في الدنيا كده هو زي ما ما طلع. جه ربنا كرمه وهداه، أنب نفسه. ايه اللي انا بعمله ده انا عندي 40 سنه وعيالي بيبصوا لي بنظره كده. يعني انا دلوقتي هسيب لهم ايه؟ هسيب لهم الشرب ما يشوفنيش بصلي وما يشوفنيش بصوم. هتقول مثلا يعني ده الاولى اللي ما هو برضه اول حاجه بفكر في ربنا سبحانه وتعالى. وايه اللي انا بعمله ده؟ اتكسف من ربنا، قال له يا رب سامحني واغفر لي وارحمني، رجعني اليك. وهوب ربنا كرمه وبطل الشرب وبطل اللي هو بيعمله، وابتدى يلعب رياضة تاني وخسس نفسه وهو في سن 40. وتاب توبة نصوحة، والله أعلم ربنا يتقبل منه. وإحنا بنفرح باللي بيعمل كده هوت. كلنا ما يعلم بينا إلا ربنا، كلنا ما يعلم بينا إلا ربنا. مين فينا يعني ما استغفر الله العظيم يا رب. المهم فاخد بعضه وراح يعمل عمرة. فلما بصيت عليه لقيته عامل عمرة، انبسطت وقلت يا رب، وعينيا دمعت. انا راجل، خدت بالك لما قال لي صاحب عنده بتاع 70 سنة، كل ما نيجي نروح نصلي الجمعة ولا نعمل حاجة عايز اشده من ايديه واقول له يلا، ومكسوف منه اللي انا اقول له يلا تعالى صلي. فهوب راح في يوم من الايام لقيته في الجامع. مش انا بقى اللي وديته وخدته، لا ربنا سبحانه وتعالى اللي هداه، وهو بعد السن 70 سنة يا شيخ ابو بكر. فالمهم بيده راح العمرة والوشم ظاهر كده في قلت له يا ابني ربنا يتقبل. فطلعت انت بقى طبعا وبيقول بيستشهد بالمصحف اللي هو بيقول ان الوشم ده مش حرام ولا مش حرام. فانت قريت 3 آيات. احنا اللي بنقرا القرآن بقالنا فوق 40 سنة، عشان ما درسناش فقه مقارن ولا أحاديث ولا تفاسير ولا أي حاجة. خدت بالك؟ بنقراه، بنعمل اللي علينا على قد ما نقدر. فالمهم رحت خرجته من الملة وقلت له انت لازم تتوب الى الله. لو كنت تعرف كده لازم تبقى انت خرجت من الملة. لما كنتش تعرف يبقى انت لازم تتوب الى الله. بدل ما نشد ونطبطب عليه ونقول له الوضع كذا كذا وما يصح دي تتقال كده وما تتقالش كده، وتقولها له زي ما انت قلت بالظبط الايات وفهمتها له. نجيب رجليه. لما انت بقى دلوقتي نخرج انت بقى واحد زي احمد كده هوت، وقلت ده الوشم اللي انت عامله دوت بيفسد الوضوء ونجس وكذا وكذا وكذا. هيعمل يقول لك اسكان هتوضى هيفسد الوضوء. طب انا هصلي ليه؟ يبقى انت
بعدته عن الصلاة، وخليت اللي ورا منه مش هيصلوا، وخليت كل اللي بيشربوا واللي عاملين وشم دولت ملهمش توبة، ملهمش اللي هم يصلوا. عايزين نشوف حل للقصة دي يا شيخ أبو بكر. لازم نعامل الناس باللين. لازم مش عايز أفكرك وأديك أحاديث. أنا كان في شيخ تعرفه أنت، عز المعرفة، الله يرحمه، برضه كان يعني هقول إيه، شاب بيسأله من 40 سنة واحنا خارجين من صلاة الفجر في رمضان، يقول له بيبوس ايديه يا فضيلة الشيخ. هو واحد ما يعرفش، بيقول له سيدنا عزرائيل ده اسمه سيدنا عبد الرحمن. قال له ايه؟ قال له انت بتشتغل ايه؟ قال له انا بشتغل مكانجي. قال لي يعني سيروماطي؟ ادي يا رب. قول لي اقول لك ايه بقى، ولا قول لي ايه؟ يعني استغفر الله العظيم. ولو قلت لك احنا فين ولا كان الجامع فين هتعرفه، بس هقول له الله يرحمه. عايزين يعني ايه، نقرب للناس ونحبب الناس في الصلاة. هو جيل ربنا، ما جاش للشيخ ابو بكر ولا جيل غيره. مش كل حد هيتكلم كلمتين هتطلع بقى ويعني مش عارف اقول لك ايه. ربنا يهدي. الى اللقاء.